السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفة كده سهلة وجميلة تفتح نفسكم جنب الاكل. هنعمل سلطة الكول سلو بطريقة سهلة وجميلة جدا. هنا اللي عملنا نص كرومباية اللي كنت جايباها من المشتريات بتاعة الجيش ب5 جنيه. مقدارها هنحط كوبايتين من الكرنب المقطوع حتت صغيرة خالص، فانا قطعتها بالمبشرة بالمخرطة. دي احسن طريقة عشان تديكي قطع صغننة زي المحلات بالظبط. يبقى هنا عندي معلقتين كرنب مبشور او متقطع حتت صغيره خالص بالسكينه بقى بالمخرطه، بس المخرطه جميله جدا يا بنات. وهنا عندي كوبايه من الجزر المبشور. تمام يا حبايبي. معلقه ليمون اهي. وهنا نص كوبايه مايونيز، معلقتين لبن، معلقه خل، معلقتين كبار من السكر. ادي الخل وادي السكر وادي اللبن وادي المايونيز وادي الليمون والجزر والكرنب، وعندي طبعا ملح وفلفل. الاول هجيب بوله كده عشان اعمل الدريسنج بتاعي واركنه كده على ما احط كل الخضار زي ما احنا شايفين كده. هجيب البوله بتاعتي احط الليمون اهو، هو هيفك طبعا، وادي المايونيز بتاعه اهو. شايفين يا حبايبي؟ بطريقه سهله وتفتح النفس. طبعا احنا عاملين النهارده الحمام بقى، فقلت بقى ايه اظبط بقى يبقى اكل فنادق على حق، واكل فنادق زي ما بيقولوا، واكل مطاعم. نحط بقى معلقه الخل، ما ننساش معلقه السكر، معلقتين سكر قصدي كبار اهو. هنقلب بقى كل المكونات دي كلها كده في قلب بعضها تقليب جامد كده يا حبايب قلبي اهو. الليمون طبعا بقى ب100 وب120 يعني بصوا قليل قوي ناس بتبيعوا ب80 في سوق الليمون. هو الوحيد اللي ب80 بس في كل حته ب100 وب120. فانا كنت مفرزاه، وعندكم برده الفيديو، كنت حاطاه مكعبات في التلاجة. نفع معايا ازاي؟ كان الكيلو ب8 جنيه، كنت جايبه كيلو وربع. وبعدين قعدت بقى اقضي الايام بالقضاليا اللي هو كان ب5 جنيه، فجاه لقينا في رمضان كان ب30 جنيه. فربنا ييسر الحال. هنبدا نقلب كده كل السكر لحد ما احس ان هو خلاص كل الخليط بتاعي كده متجانس مع بعضه. تمام يا قلبي؟ شايفين؟ لو وصلتوا هنا بقى لحد هنا دلوقتي صلوا على النبي، قولوا بتتابعوني منين. هسيب بقى اللي هي الليمونه تفك براحتها. هحط شويه فلفل اسود وشويه ملح، وده الدريسنج بتاعي اللي انا هحطه على السلطه بتاعتي. ادي شويه الفلفل الاسود، وعندي هنا معلقه الملح برده، والدقي برده الحط، وبخلي بالك عشان احنا حاطين ملح وسكر بيبقى الطعم بقى روعه. معلقه ملح كده كبيره. اقلب واركن الدريسنج بتاعي ده على جنب لحد لما احط بقى الخضروات على بعضها كده. نجيب بقى البوله اللي هنعمل فيها الخضار بتاعي اللي هو الكرنب والجزر. ادي كميه الكرنب بتاعتي، ولو انت عايزه تقللي الكميه برضو براحتك، بس يعني دي بقى كل ما بتحطيها في التلاجة بتبقى احلى واجمل. طبعا ما بتتاكلش في ساعتها علشان تشرب من الخليط اللي انا عاملاه الجميل ده. نحط بقى الكرنب بتاعنا كده. شوف المخرطه خليته صغنن ازاي. انا بص بعشق السلطه دي بصراحه، بحبها جدا. ممكن تحطيها بقى في التلاجة في علبه كده بغطا وتطلعي منها وقت ما تحبي. فصلت بس عشان الاذان كان بيأذن. بعد ما حطينا الكرنب بتاعنا هنبدأ بقى نحط الجزر. طبعا الجزر مبشور، وبرده كنت مفرزاه. تفريزات يا بنات بتوفر كتير قوي. تحبي تعملي اي حاجه ما بتحتليش هم، لان كل حاجتك في الفريزر. يا رب دايما يا رب يجعله كده عامر ان شاء الله يا حبايب قلبي. وباذن الله كده تكون سلطه تعجبكم وتعملوها بقى. بتبقى مع المشويات والحاجات التانية، الفراخ المحمره اي حاجه. بصي سلطه الكول سلو بتتاكل مع اي حاجه. نبدا بقى نقلب كده الكرنب مع الجزر. شايفين يا حبايبي الالوان بقى بتبقى جميله كده وشهيه صراحه، انا بعشقها. نحط بقى الخليط بتاعنا ده كله ونبدا ان احنا نقلب. خلطت كل بقى المكونات مع بعضها. نبدا ان احنا نغطيها بستريتش وتحطيها بقى في التلاجة لمده ساعتين كده علشان تبقى الطعم بتاعها حلو، وتبدا نحطها مع الاكل. كده انا خلصتها كده، هركنها واحطها في التلاجة لحد لما ساعتين يعدوا، ونبدا نحطها جنب الاكل بتاعتنا. ودي كانت طريقه الكول سلو بكل طريقه بكل سهوله، ولا افتكاسات بقى ولا حاجات معقده. ولو يا ستي ما عندكيش بس هي لازم بصراحه ربنا مفيش حاجه لو ناقصه فيها تنفع. هي المكونات بتاعتها دي لازم تكون موجوده. بصي بقى دوقيها، طعمها احلى من بره. وكمان كل ما هتقعد هتنزل الميه بتاعتها بتاعت الجزر وبتاعت الكابوكشا او الكرنب.
هتبدا ده يبقى فيها برده صوص بسيط كده، فانا طبعا مش عايزه اكتر لها اي مكونات علشان ما تبقاش مسلسله وتبقى كلها ميه، عشان هي لما هتقعد هتريح هتديكي شويه صوص كده. شايفين يا حبايبي اهي. وهي دي سلطه الكولسلو. يا رب تكون تعجبكم، واتمنى ان انتوا تستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. هتشوفوا الفيديو يا اما على يوميات ميس امال او منوعات شهد وماما. اتمنى تشرفوني وتكتبوا لي بتتابعوني منين، ودعوه حلوه منكم كده عشان اكبر بيكم وليكم ان شاء الله. كلنا مع بعض نبدا مع بعضينا كده. يعني انا بصوا بحبكم في الله والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.